الآن بنتجه معاكم إلى شمال المملكة. انطلق في مدينة عرعر مهرجان السمن الدولي في منطقة الحدود الشمالية، واللي نظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة وإشراف أمارة منطقة الحدود الشمالية. تفاصيل أكثر عن هذا المهرجان والأركان اللي متواجدة فيه والسيدات كذلك اللي مشاركات فيه، خلونا نتجه بالصوت والصورة إلى الزميل نايف الفندي. مساك الله بالخير نايف. بصراحة هذا المهرجان أنا أول مرة يمر علي نايف، لكن من اسمه أكيد متواجد سيدات ما شاء الله كبيرات في السن يفيدونا بخبرتهم بصناعة السمن البلدي. تفضل نايف، الصوت والصورة معك، يعني تعطينا نظرة عن المهرجان. أهلا وسهلا عهد، أهلا فيك وأهلا بالمشاهدين. أكيد مهرجان السمن الدولي في عرعر يعني بنسخته الأولى والذي انطلق يوم أمس هنا بساحة الاحتفالات. هذا المهرجان جاء مخصصا لجميع الفئات في المجتمع وعلى مدى 6 أيام بهدف التعريف والمحافظة على المنتجات الثروة الحيوانية. يشارك في هذا المهرجان كما ذكرت العديد من الأسر المنتجة ببيع السمن وعرضه والتعرف على طرق صناعته، طبعا بالإضافة إلى مشاركة العديد من الجهات الحكومية. الآن استضيف معي نائب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور الياس. نتعرف قبل أن نأخذ أحد اللقاءات مع الأخوات المشاركات، بداية حدثنا عن هدف هذا المعرض وماذا يحتوي. السلام عليكم. هدف هذا المعرض نظرا لاشتهار منطقة الحدود الشمالية بالثروة الحيوانية، والذي يهدف إلى عرض منتجات السمن ومشتقات الألبان من الثروة الحيوانية والمحافظة عليها. طيب ايش الاركان، ايش الفعاليات للزوار؟ الفعاليات في الزوار يشمل هذا المهرجان على عرض السمن، على المعرض السمن كما مثل ما انت شايف في المعرض، والانتاج الاسري، ويشمل على ركن الطباخ الصغير وفعاليات فلكلورية كالمسرح والفلكلوريات الشعبية في المنطقة كالسامري والعرضة والربابة. هل في تفاعل من الناس؟ اي نعم الحمد لله. يعني امس المهرجان يعني كان نسبة الزوار فيها وعدد الزائرين في المهرجان اكثر من 2000 زائر ولله الحمد. في الختام أنا أحب أوجه شكري إلى سيدي صاحب السمو أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يحفظه الله، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي لدعمهم اللامحدود لإقامة مثل هذه المهرجانات في المنطقة وإبراز المنطقة. كما وفر هذا المهرجان أكثر من 200 فرصة عمل للشباب والشابات في المنطقة. ولا ننسى أخي نواف أن أتكلم عن منظمة الفاو التي دعت أكثر من 5 دول تقريبا لعرض منتجاتها كالكويت وفلسطين ومصر وسوريا. يعطيك العافية إن شاء الله. خلينا نتعرف عن السمن مع أختنا. نقول لك مساء الخير. وأم موسى، أكيد المشاهدين حابين يتعرفون على السمن الشمالي. حدثيني عن السمن، كيف تصنعونه، وش أفضل الأنواع، وكيف أسعاره؟ والله أسعاره بسيطة الحمد لله، ونصنعها من الحلال، نحلب ونخط ونزبد وبعدين نطبخ ويصير يعني السمن مثل ما تشوف. طيب ايش استفدتم من هذا المهرجان؟ والله استفدنا الحمد لله، يعني نبيع بكثرة، الناس عليها إقبال السمن عندنا الحمد لله. اتجهوا الناس يعني المواطنين عرفوا فائدة السمن واتجهوا عليه أكثر من الزيوت المهدرجة. يعني حتى الدكاترة والأطباء ينصحون به الدهون الحيوانية، يعني الحمد لله. طبعا هو يعتبر موروث في منطقة الشمال وتقريبا في المملكة كاملة. حدثينا عن قيمته عندكم. قيمتنا ما نستغني عنه. الشمال ولا بيت بالشمال إلا يعني تلقى عنده سمن وتلقى عنده دبس وتلقى عنده زبدة بقل. الحمد لله منتجات الألبان. شلون أعرف السمن الزين الأصلي؟ الزين والله من الريحة، من الطعم، من يعني في حاجات كثيرة تعرفها. يعني من تشم السمن تعرف الإنتاج الصح اللي ما فيه غش. كم أسعاره موسى؟ عندنا هذا نص الكيلو أنا أبيعه ب70، والكيلو 140. وهذا سم دبس شغل بيت بعد من التمر بعد نشتغل. الله يعطيك العافية موسى، شكرا لك. يا هلا حياك الله. ممكن أشكر أميرنا، نشكر أميرنا فيصل بن خالد اللي خلانا يعني مثل هالشكل نعرض بضاعاتنا ومنتجاتنا ونتعرف يعني على الوجه الطيب اللي مثلكم. يا هلا. يستاهل الشكر سمو الأمير.
وعهد يعني حقيقة يعني زائر هذا المهرجان يشتم رائحة السمن العربي التي هي نوع من أنواع الزبدة طبعا اللي تستخدم في الأكلات الشعبية المفضلة لدى الأهالي، وعاش عليها الأجداد ويفتخرون بها كموروث يفضلها أغلب أهالي منطقة الحدود الشمالية. فاستطاعت النساء أن يعني تطوع البيئة المحيطة لتصنع منها قوتا يدر اقتصاديا، فمنذ عقود وهي تحافظ على هذه الصناعة، حيث أن منطقة الحدود الشمالية منطقة رعوية وتوفر بها المراعي الخضراء. وتقريبا هذا كل ما لدينا من هذا المهرجان المميز. شكرا لك على نقل هذه الصورة من مهرجان السمن الدولي في عرعر، يعطيك العافية زميلي نايف، وشكرا للخالة أم موسى على تواجدها وكلامها وحديثها عن صناعة السمن البلدي. طبعا هو يعتبر من الدهون الصحية، وحتى لو كان سعره غالي فهو سعره منا وفيه، يعطيها العافية. ونتمنى التوفيق لكل السيدات المشاركات. نشكر فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، ونشكر كذلك أمارة الحدود الشمالية على تنظيم هذا المهرجان.